أهلا بيكم في قناة يسوع مفرح القلوب. في سفر أيوب وتحديدا في آخر إصحاح بيقول إن الله عوض أيوب عن كل حاجة راحت منه أضعاف، حتى الأولاد. ربنا إداه 7 بنين و3 بنات، وقال إنهم كانوا أجمل بنات على الأرض. يعني مش تعويضه بس، ده تعويض بحاجة مخصوص لأيوب ما اتعملتش لحد تاني. طب سنين عمر أيوب اللي راحت دي، العمر اللي ضاع خلاص راح؟ لا، يرجع ويقول إن أيوب عاش 140 سنة بعد التجربة، شاف ولاده وولاد ولاده. بس أهم جملة اتقالت في السفر ده: ثم مات أيوب شيخا وشبعان الأيام. اوعى تزعل على حاجة خسرتها، خليك واثق إن تعويضه هيشبعك. اوعى تزعل على وقت ضاع، خليك واثق إن الوقت والزمان بإيده هو لوحده، وهو هيعوضك ويشبعك. تعويض ربنا مشبع، تعويض ربنا في وقته، تعويض ربنا حلو. ثق إن قدرات ربنا ملهاش سقف. اطلب منه بإيمان حاجات مستحيل تتخيلها وهتحصل. في اللحظة اللي لسانك مش قادر يعبر، بتبكي قدامه، هتلاقي إيده بتتدخل، بتغير نهايات، بتديك الفرح اللي استنيته. ما تخافش، الآية اللي بتقول لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت تطمنك. يبقى اطمن، ربنا بيحضر لك حاجة حلوة علشانك، هيديك عطية خاصة، يجعل قدامك باب مفتوح لا يستطيع أحد أن يغلقه. اطمن، مهما كانت صعبة ومستحيلة ربنا يقدر يحلها ويعديك منها. القي همك عليه فهو يعولك، يديك بسخاء، يسدد كل احتياجاتك، يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. ثق إن ممكن يؤجل أمنياتك لكنه لا ينساها أبدا. ربنا مش بينسى اللي يتعب ويصبر، ولا ينسى اللي يتكل عليه. ربنا حنين، وكل وجع مريت بيه هو شايفه. ما تزعلش من التجربة الصعبة، جايز تكون هي أول خطوة في طريق فرحك. في آية عظيمة بتقول: صنع الكل حسنا في وقته. ربنا شايل لك أحسن حاجة في أحسن وقت. اتأكد إن كل اللي مريت بيه هيكون لخيرك. كل ألم سيصنع الله لك شيئا عظيما من أجلك. احلم أحلام مستحيلة وخليك واثق إنها تتحقق. إلهك إله مستحيلات. سيب حياتك في إيده، فأنت لك رب يدير الأمر أفضل مما تديره أنت لنفسك. فانتظر، لسه في خير كتير جاي، في ناس كويسة هتقابلها، في حاجات حلوة كتير مستنياك. فأنت لا تعلم تدابير الله، ولكنك ستذهل من عطائه. تعال ليسوع وارمي همومك وأتعابك عند رجليه، احكي له عن وجعك وسيب الحمل عليه، لأنه الوحيد اللي يقدر يريحك. عارف يعني إيه ربنا معاك؟ يعني يبقى عندك مشاكل كتير ومش عارف تحلها ومش لاقي حد واقف جنبك، وتلاقي ربنا حلها في لحظة، حلها بطريقة عجيبة ومذهلة. يعني لما تلاقي ناس مش بتحبك بيجيبوا في سيرتك ومش سايبينك في حالك، بيدوروا على مصايب عشان تقع فيها، ومع ذلك تلاقي ربنا سندك وجنبك، واللي بيحاولوا يوقعوك هم اللي بيقعوا قدام عينك. دي معناها ان ربنا معاك. لما يعوضك عن كل خسارة خسرتها بحاجات جميلة ومفرحة، يبقى ربنا معاك. لما يبقى ساتر عليك وحافظك ومضلل عليك، كده ربنا معاك. ربنا معاك دي واسطة سماوية تعديك من أي محنة. أعلى من الفلوس، اللي معاه ربنا الدنيا ما توقعوش. اعمل انت كل اللي تقدر عليه، وربنا هيعمل كل اللي انت ما تقدرش عليه. إلهك إله اللحظة الأخيرة، الحلول المدهشة، يفرحك. ممكن تكون حزين وبتبكي دلوقتي، بس ثق إن ربنا محضر لك فرحة تنسيك كل اللي فات. هو معاك، كل أمورك في رعايته. مهما أحاطت بك ضيقات هو معاك، ولن يجعل سوء أو أذية تقترب منك. فمن يمسك يمس حدقة عينه. اتكل عليه وما تخافش،
وافتكر الآية اللي بتقول من يتكل على الرب فطوبى له. صلي معايا دلوقتي بإيمان وقول: يا رب أنا بشكرك على سندتك ليا، وقفتك جنبي. أنا ممتن ليك جدا على رحمتك اللي محوطاني، صلاحك وحبك الدايم اللي عمره ما بيخلص. بشكرك على اهتمامك اللي مش بيفارقني ولا لحظة طول أيام عمري. كون معانا في اللي جاي، وامشي الطريق، حقق لينا أحلامنا، ابعدنا عن كل كآبة وكل ضيق وملل وحزن ويأس. أعنا يا رب، امسك في يمنا وقود خطواتنا. اذكر كل الذين في الشدة، اذكر كل أسرة وكل بيت. احمينا واحرسنا، طمنا وخليك معانا، احنا من غيرك ولا حاجة. هون يا رب كل صعب علينا، ليك الكرامة وكل المجد. آمين.